السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقوم اليوم بإنجاز كعكة لذيذة متكونة من مكونات صحية سهلة وسريعة. أول مكون هو بيضتين، نصف كأس من الزيت، نصف كأس من الحليب، ساشي أو كيس سكر فانيليا، كيس خميرة كيميائية، خميرة المرطبات يعني، كأس ونصف من دقيق القمح الكامل، ليس يمكنك تعويضه بدقيق القمح دقيق الفارينة يعني العادي، ملعقتين كبيرتين من العسل. سنقوم بمزج كل هذه المكونات في هذا الضراب الكهربائي ثم نعود بعد قليل. نقوم الآن بمزج كل المكونات. إذا كنت تريدين أن يكون قوامها فيه كاكاو يعني فيه طعم الشوكولاتة، يمكنك إنقاص ملعقتين من دقيق القمح وتعويضهم بالكاكاو المرحي المر. نقوم بدهن القالب بزيت الزيتون. إذا كان القالب من نوع الحديد أو البلوري يمكن أن نضع بعض الدقيق أيضا أو ورق الفرن حتى لا تلتصق الكيك. نسكب خليط الكيك الآن. ندخل الكيك إلى فرن حرارته 180 درجة لمدة نصف ساعة تقريبا. تحضير صلصة الشوكولاتة، قمت بتسخين 50 مليلتر من الحليب ومعها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. تركتها إلى الغليان ثم أضفت 100 جرام من حبيبات الشوكولاتة السوداء أو قطع من الشوكولاتة السوداء المقطعة إلى قطع صغيرة. أصبحت الكيكة الآن جاهزة، أخرجناها من الفرن وسنقوم الآن بتزيينها بصلصة الشوكولاتة. انظر كيف هي إسفنجية وهي لذيذة جدا. انظر كيف هي